عرفتوا مرتضى منصور بيمهد لايه؟ صاحبي واخويا الاهلاوي، ما تنساش تدعمنا في القناه وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. اهلا بيكم اعزائي متابعين قناه ايمن الشويط على يوتيوب. نار في قناه الزمالك ونادي الزمالك بسبب فوز النادي الاهلي على الاسماعيلي. حرقان مرتضى منصور وخالد البربور، خالد الغندور. امبارح برنامج زملكاوي كان ساعتين ونص. اقسم بالله الساعتين ونص كانوا عن النادي الاهلي، ما في دقيقة واحدة اتكلموا فيها عن نادي الزمالك. حتى الثانية اللي جه المطبلاتي صبحي عبد السلام يتكلم فيها على الزمالك، راح خالد الغندور متوه عليه ومرجعه تاني لموضوع النادي الاهلي او لمباراة النادي الاهلي. وبندق او فطوطة زي ما هو ملقب بيقول لك ده دوري سطلانة، الحكام سطلانة، اتحاد الكرة سطلانة، الاهلي سطلانة. ليه بقى؟ انتوا طبعا عارفين الجماعة بيعملوا كده ليه. وطلع مرتضى منصور امبارح كمان يقول لك احنا مش هنلعب مباراة الاهلي والزمالك غير بحكام اجانب. طبعا انتوا لما هو قال كده عرفتوا مرتضى منصور بيمهد لايه. حضروا نفسكم لانسحاب جديد قدام الاهلي في الدوري. واتحاد الكرة طلع خبر النهارده وتصريح رسمي بيقول الزمالك ما كلمناش ولا بعت لنا اي حاجه خالص عن موضوع الحكام الاجانب ولا المصريين ده. يعني هم اخرهم بيطلعوا يقولوا كلمتين اللي هم حافظينهم على الشاشه بتاعتهم. كابتن خالد الغندور امبارح هاجم النادي الاهلي واخترق كل قواعد المهنيه وجاب شخص غير مسؤول يعتبر مشجع لانه مش في موقع مسؤوليه دلوقتي، اسمه محمد شيحه وكيل اللاعبين السابق والاسماعيلاوي المعروف، علشان يهاجم النادي الاهلي بضراوه على شاشه قناه الزمالك. فبالتالي هم لقوا اسباب مقنعه ومبرره علشان يعيشوا دور المظلوميه وان الحكام بتجامل النادي الاهلي، مع ان اللاعب نفسه طلع وقال لمست في ايدي. خالد الغندور بيقول لك اللاعب قال كده بعد ما ضغطوا عليه. مين يا بندق اللي هيضغطوا على لاعب علشان يقول الكرة عن اللي ممكن يشكل خطوره وضغط على اللاعب للدرجه دي؟ ساعتين ونص برنامج زملكاوي، شويه الطبالين اللي فيه بقياده بندق او خالد الغندور ملهمش سيره غير النادي الاهلي وضرب الجزاء الاسماعيلي. عامه يا كباتن احنا مقدرين النار اللي انتوا فيها وربنا يقدرنا دايما على فعل الخير. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك المتين يا اهلاوي والاشتراك في القناه. السلام عليكم.